الرصاصة اللي قتلتها دي مش رصاصة طايشة، دي كانت رصاصة موجهة إطلاق ناري من مسافة قريبة وبتوقيع ضابط في الداخلية وقتها. الضابط اسمه كان واضح بالنسبة له بس هو مش مصدق. الضابط عادل فريد. جوه دماغه أنا إزاي؟ ده مستحيل. عادل قلب في الورق بإيدين بتترعش. هو عمره ما قتلها، هو عمره ما قتل حد أصلا، حتى هو ما كانش موجود في المكان ده وقتها. لكن الحقيقة اللي محدش قالها إن عادل في الوقت ده كان مجرد ضابط صغير واشتغل تحت قيادة واحدة من أقوى المجموعات السرية في البلد، مجموعة من الحكومة كانوا بيسموها مجموعة الظل، مسؤولين عن تنفيذ عمليات تصفية لأي حد خطر على الأمن. نورهان كانت خطر عليهم، كانت واحدة من اللي المفروض يموتوا. نورهان ما كانتش بس خطيبة محمود وعدل، كانت شاهدة على واحدة من العمليات السرية اللي كانت متوثقة من مجموعة رجال أعمال فاسدين بيستخدموا المودلز والمصورات في أعمال مشبوهة وبعدها بيصفوهم عشان محدش يتكلم. والسر ده كان عارفينه مجموعة الظل، بس كانوا مدارين على الموضوع. وده كان السر ورا القتل البشع لكل ضحايا محمود. المصورة الأولى كانت شغالة في نفس الشبكة وشافت حاجات ما كانتش المفروض تشوفها، وكانت عارفة إن نورهان هتموت. البنت بتاعت الفساتين كانت واحدة من المودلز اللي نورهان صورتهم قبل ما يقتلوها، وكانت عارفة برضو إن نورهان هتموت. يعني محمود ما كانش بيقتل عشوائي، كان بيرجع يعيد اللي حصل لخطيبته، كان بيفك الشفرة عشان يوصل للحقيقة.